ضرب الدولي المصري محمد صلاح موعدا جديدا مع الأرقام القياسية مع ناديه ليفربول بعدما عادل سجل مساهمات الأسطورة السابقة ستيفن جيرارد المدير الفني الحالي لفريق الاتفاق السعودي على ملعب أنفيلد عقب صناعته لهدف ليفربول الثالث ضد فولهام في المواجهة التي أقيمت مساء الأحد ضمن منافسات الجولة 14 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. محمد صلاح يلاحق أسطورة ليفربول، ونجح محمد صلاح في الوصول إلى المساهمة التهديفية رقم 120 في تاريخه على ملعب أنفيلد مع نادي ليفربول، وهو الرقم الذي احتفظ به جيرارد لسنوات طويلة. وسبق أن تجاوز محمد صلاح عدد أهداف ستيفن جيرارد الإجمالي مع ليفربول، حيث سجل النجم السابق 186 هدفا بقميص الرايدرز خلال مسيرته الاحترافية، بينما تخطاه الفرعون بالوصول إلى 199 هدفا حتى الآن في كل البطولات. سجل ألكسندر أرنولد الهدف الأول في الدقيقة 20 من ركلة حرة مباشرة لا يستطيع حارس فولهام التصدي لها، وتعادل هاري ويلسون لاعب فولهام في الدقيقة 24، وأضاف ماكليستر لاعب ليفربول الهدف الثاني في الدقيقة 39، وتعادل كياتي تيتي لاعب فولهام في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأحرز بوبي ريد الهدف الثالث لفريق فولهام في شباك نظيره ليفربول بالدقيقة 81 من زمن المباراة، ونجح واترو إندو في تسجيل الهدف الثالث لصالح ليفربول ضد فولهام بالدقيقة 87 من زمن المباراة. وفي الدقيقة 88 نجح ترينت ألكسندر أرنولد في تسجيل الهدف الرابع لصالح الرايدرز. ترتيب الدوري الإنجليزي، ويمتلك ليفربول في رصيده 31 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 4 وخسارة لقاء وتسجيل 32 هدفا